هو الحقيقه كنت مضطر اسلم عليها لان انا وهي على طول بنتخانق، فكل ما تطرح قضيه يعني احنا نستحيل تيجي بعض من الاخر يعني. ايوه ما هو مستحيل. انا ضد الطيار وانا ما بتفرقش معايا، بس هم بيفرقوا معايا، لكن رايهم رأي مين؟ انت بتحسبيني من الشباب. طب ممكن نأجل الخناق ده بعدين يا استاذه؟ مفتتح. اول ما نبدي في الغرام ندخل نصلي في زاويتك، نتوضا من حمرة خجل، نسبق وضوءنا على المكاره والف عين تقول لنا زمزم يا حاج. وانا بصراحه عمري ما صليت جماعه ولا حلمت في زاويتك يوم بالامام يأمني، ويوم ما حصل لي في معبدك كم ركعه شكر ربنا هرفع كفوف الابتهاج سبحانه من خلق الفراش، لاجل يدور حوالين شموع بتلسوعه الحب يا ما اروع. ده مفتتح. اللي مش مفتتح هو الحقيقه نصيحه انا عارف برضه هتعترض عليها وهنعمل خناقه بعد الحفله، بس ربنا في العشق دوما تصنع بانك تجهل كل التوائم بدءا من توأمي صدرها، تصنع بانك لست خبيرا بصيد الارانب قطر الزهور وصيد الفراش، وكيف يتقاسم العاشقان نصف الفراش، واسأل لماذا نصف الفراش، وعاجلها لا تنتظر الجواب، لأنك تجهل ما في الغرام وتجهل كيف يكون الهوى وما الفرق بين الهوى والهواء، وكن ساذجا وأكد على أن أمك قد حذرتك من اللعب بالنار والورد فوق خدود النساء، قد حذرتك من الملاءات دوما والأغطية، كما قال تحذر كل ستائر وانسدال الحرير فوق الحرائر، واكذب اكذب بأنك كهل كبير فتلك المكائد وليست أكيدة، أما الحقيقة فإنك والله طفل كبير، وإنك لست سوى طائر كل الأمان لديه غناء، وابعد قليلا وحرك جناحيك إن أمسكتك استكن واستقر، وإلا فطر ولكن إلى كتفها، واعبث هنالك في شعرها واعبث كذلك في خرقها، ومن مقام الموسيقي نهمس عطر النساء من أين يأتي؟ ومن أين يأتي جمال النساء؟ من أين يأتي جمال النساء؟